رئيس المجلس القومي للرياضة لرفع العقوبة التي قررتها لجنة التظلمات باتحاد الكرة، والتي تتضمن هبوط النادي من الدوري الممتاز إلى القسم الثاني لمدة موسم كروي. لمزيد من التفاصيل ينضم لنا على الهاتف مباشرة أحمد الجمال مراسل الحياة الآن. مساء الخير يا أحمد. مساء الخير يا مها. ايه هي الخطوات اللي هيتم اتخاذها ضد القرارات اللي صدرت ضد النادي المصري؟ نعم مها، اجتمعت اللجنة المؤقتة التي تدير النادي المصري حاليا وقررت إقامة دعوى قضائية في المحكمة الدولية للرد على قرار اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة بهبوط النادي المصري. ايضا قال صفوت عبد الحميد نقيب المحامين ان قرار هذه اللجنه ليس قانوني، وتشكيل هذه اللجنه يطعن فيه من الاساس، كما ان ردود الافعال على قرار اللجنه المؤقته باتحاد الكره كان له مردود في الشارع البورسعيدي بالامس، حيث وتجمهر العشرات من التراس النادي المصري وجمهور النادي المصري امام المحافظه، واتجهوا منها الى منفذ الرسوة الجمركي واغلقوا منفذ الرسوة تماما، وتعاملت معهم قوات الجيش واطلقت اعيره ناريه في الهواء وفرقتهم. ولكن يبدو ان الامور سوف تاخذ مجالا الى التصعيد مره اخرى اذا لم تتراجع هذه اللجنه عما بدر منها. هذا على حد وصف المسؤول الاعلامي عن اللجنه المؤقته بالنادي المصري. كما قال ايضا قانونيون في بورسعيد ان ذلك القرار كان مطعون عليه في الاساس، فكيف يصدر بعد الطعن على القرار عقوبة إضافية؟ إما أن تثبت العقوبة على ما كانت عليه قبل الطعن أو تخفف. هذا هو المتعارف عليه في كل الحالات التي تعرضت لها النوادي في مثل هذه الأمور. شكرا الزميل أحمد الجمال مراسل الحياة الآن. ابقوا معنا مشاهدينا.